سلام. طريقة عمل بريوش على الطريقة الإيطالية محشي بكريمة. راح أكتب لكم المكونات في صندوق الوصف. أضفت الدقيق والملح والخميرة الفورية والسكر والبيض وعسل، مش لازم يكون عسل أصلي، أي عسل عندكم، وأضفت حليب دافي، وأضفت كمان الزيت، ونعجنهم مع بعض حتى نحصل على عجينة متماسكة، ولا أسهل من كذا، أسهل عجينة في الحياة. شوفوا كيف يكون العجين مرة لين. حنغطيه ونخليه يرتاح ويتخمر لمدة ساعة تقريبا. بعد ما تخمر نقطع ونخليه كرات صغيرة، كل حجم كورة 75 جرام، ونغطيه كمان لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه، نص ساعة لساعة. أول ما تشوف تضاعف حجمه وندهنه بخليط البياض البيض مخلوط شوية بماء، نخلطهم مع بعض بياض البيض مع ماء، وندهن فيه كرات البريوش، يعطيه لمعة رهيبة رهيبة زي ما حتشوفوا الآن في الفيديو. حنخبزه لمدة 15 ل20 دقيقة بدرجة حرارة 180 بفرن محمى مسبقا. شوفوا كيف مرة هش. وبعدين حنفتحه بأي سكين عندكم، تقدروا تحشوها بمربى وكريمة، وتقدروا تحشوها كمان بشوكولاتة وكريمة، وتقدروا تحشوها بلوتس وكريمة، وتقدروا تحشوها بأي حشوة انتوا تحبوه. تقدروا تعملوه لأي مناسبة عندكم، حلا موزون يعني مش مسكر زيادة، مرة حلو. هنا حشيته بالجام وبعدين أضفت كريمة، بعدين تحاولوا تساووا الأطراف كذا عشان الشكل يكون حلو. إذا وصلتوا لنهاية الفيديو لا تنسونا من الاشتراك واللايك، وشاركوا الفيديو مع أحبابكم. وعوافي علينا وعليكم.